السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة وكل سنة وحضراتكم بخير. ان شاء الله النهاردة الفيديو رقم 3 من الفيديوهات المعلوماتية اللي بنقدمها لحضراتكم. النهاردة الفيديو بخصوص كفر المرتبة، مش مرتبة بقى، كفر المرتبة او كسوة المرتبة اللي بتحط فوق المرتبة. الكفر ده بيبقى ليه 3 وظائف مهمين. انه يتشال يتغسل بدل ما طبعا المرتبة تتغسل، انه يمنع اي سوائل تقع على المرتبة ودي المهمة الاساسية ليه، وانه ما يزحلقش الملاية اللي بتتحط فوق المرتبة. يبقى عباره عن حاجتين هنشوفهم مع بعض، بيتكون من حاجتين. ده الكفر اهو، ده شركه ماركه، ده شركه محترمه جدا من احسن الشركات اللي بتنتج الكفرات على مستوى الجمهوريه. هنعمل لكم تجربه حيه اول مره يتفتح. الخامه الاولى اللي من فوق هو المكون الاول من الكفر، يبقى خامه الفوطه زي ده كده من فوق، ومن تحت خامه اسمها بي في سي. بي في سي دي يعني حاجه شبه المشمع لكن مش مشمع، لان المشمع بيعمل صوت، وده وظيفته من الوظائف المهمه ليه ان هو ما بيعملش صوت. لما حد ينام عليه ويتقلب ما يعملش صوت. طبعا ده بيمنع اي سوائل تقع على المرتبه. من الجنب يبقى حاجه كده شبه ملايه بالاستيك من كل النواحي. الجديد بقى النهارده ان احنا هنجرب لكم الكفر ده، هل الكفر ده فعلا بيسرب ميه ولا ما بيسربش. اسمعي ميه اهي. انا همسكه معاكم. بسم الله. دوس يا صاحبي. ارفع يا ابني وريهم. ارفع الكفر احمد عن راسي. ادي كوبايه تانية يا ابني. الحمد لله والشكر لله مفيش ولا نقطه ميه، وزي ما انتم حضراتكم شايفين تجربه مجانيه اهي. الكفر زي الفل ما بيعديش نقطه ميه. شكرا ليكم، السلام عليكم.